ورحمة الله. النهارده إن شاء الله هنكمل الجزء اللي فات اللي هو إزاي تتعامل مع الحمام في الصيف. بعد ما قلنا طريقة الحمى بتاعت الحمام، الناس اللي هي بتسأل على اللي هو الدواء، قلنا التوميسرين 5% غطيين يا إما 3 غطيان على 10 لتر مية، وبعد كده بتحمل حمام. ده عشان خاطر الناس اللي بتقول طب أنا الأمن اللي بيطلع في الحمام، طب ما ده يا باشا إحنا بنحمل حمام عشان خاطر الأمن، والدبان اللي بيكون في الحمام ده إحنا بنحمل حمام بيه. بعد ما بنحمي بيجي تاني يوم لازما بنشتغل معاه اوفوماك 1%، يعني بعد الكتروميسرين ده بعد ما بنحمل الحمام بينشف، في تاني يوم بنطلع بقى نعمل معاهم اوفوماك 1% او اوفومكتين اهو. هات له كده ادي اهو، ده بيتر يا باشا من اي صيدليه بيتر. واحنا لما كنا هنحمل حمام، احنا ما قلناش يا باشا هتحمل حمام العصر ولا هنحمل حمام اخر النهار. ده انا بقول لك في عز الشمس لما يكون مثلا الجو ايه الساعه 1 الساعه 2 والشمس طالعه كده، او بعد الظهر والجو حلو والشمس طالعه، بحيث اللي هو الحمام يستحمى مش هيكمل ساعه ولا ساعتين، وبعد كده الحمام ينشف بدقن. بعد ما انا بحميه ادي اهو، فرد الحمام بعد ما استحمى كان فيه الامل او السوس الصغير اللي هو بياكل في قلب الريش بتاعه، ادي اهو بيطير منه. ادي الريشه كانت بتاعته مخرمين من مطرح الامل بنجيب الفومكتين ده وبنجيب قطاره فاضيه، بنكون غسلينها كويس من كان القطره ولا ان كان العلاج اللي فيها، بنغسلها كويس، وبعد كده بنسحب بالسرنجه من العبوه بتاعت الازازه اهي، وبعد كده بنملى القطاره بتاعتنا. بنشتغل ازاي بقى مع فرد الحمام؟ ادي اهو فرد الحمام، نقطه اهي في الجناح ده، ونقطه في الجناح ده، وادي قصعه فرد الحمام اهو، ادي القصعه بتاعته، وادي رقبة فرد الحمام نقطة برضو، وعند المشخ بتاعه نقطة. بكده فرد الحمام بيقعد بعد الفصل، بعد ما حميناه بيقعد طول الموسم فرد الحمام ولا عاملة ولا دبانة ولا أي حاجة. بس ده اللي احنا قلنا عليه، بعد ما بتحمل حمام تاني يوم على طول بتشتغل معاه الاوفومكتين ده اللي هو 1%، اللي هي ايه زي ما قلنا وريتك، اللي هي نقطة في الجناح ده ونقطة في الجناح ده ونقطة في القصعة ونقطة في الرقبة بتاعته. ده بالنسبة اللي هو ايه حتة الحمى. طيب في كام سؤال جه كده اللي هو بيقول لك مثلا انت قلت غير ميعاد الكلفة، سيبك من الشتاء انت خلاص عشان النهار قصير، فانت قلت ايه ميعاد الكلفة بيتغير في الصيف. معنى اللي انا قلت ميعاد الكلفة بيتغير في الصيف مش اللي سيب الكلفة قدامهم طول الليل، لا يا باشا. بعد ما الحمام بيكلف اخر النهار زي ما قلت من 5 ل 5 ونص كده او 6 الا ربع بتكلف حمامك، بعديها بنص ساعة لازما تقشط للحمام. الحمام طول ما هو متقشط له بيقف بصحة كويسة بيجوع عشان ياكل تاني، لكن اللي انت سايب له الاكل ال 24 ساعة فرد الحمام ممكن الزرع بتاعه او الزبلة بتاعته تيجي على الكلفة بتاعته فمش هياكل، فرد الحمام يتعب من الكلفة ال 24 ساعة. الناس فاهمة اللي هي ايه بترمي الاكل يا باشا، انا مش تقضية واجب والله اللي انت تطلع ترمي الكلفة بتاعتك وتنزل، لا وراك حاجة اتلف وانزل النص ساعة ولا الساعة اللي انت هتقعدها تحت، وبعد كده تطلع تقشط للحمام عشان الحمام يقف بصحة كويسة. وانت لما بتيجي تقشط للحمام لازم تكون شواف. طب فرد الحمام ده انا عارف فرد الحمام بياكل بتاع، يعني مثلا بديله القبضة بتاعت الكلفة بتاعتي، فعارف اللي هو مثلا بيتبقى شوية صغيرين في بقية الايه الحفنة بتاعتي والكلام ده. طيب لو لقيت الكلفه بتاعتي كامله يبقى فرد الحمام ده فيه حاجه ابص عليه او اكشف اشوف فيه ايه. زي ما انا قلت لك قبل كده، ممكن انت شايف فرد الحمام واكل بس الكلفه في قلب المكلف زي ما هي، يبقى فرد الحمام ده ما هضمش وابتدي اللي انا اتعامل معاه. ده بالنسبه لحته الكلفه. طيب الناس اللي هي بتسيب الزغالين من صباحة ربنا وبتقول لك ده عينيهم وبيتعبوا والكلام ده، يا باشا انا قلت لك في الشتاء شيء وبتيجي في قلب الصيف شيء تاني. يعني انت بتتعامل في الرصوص برضه حاجه في الشتاء وفي الصيف حاجه تاني. نفس الكلام في الزغلول. الزغلول احنا بنسيبه الصبح يعني من الساعه 7 الصبح في قلب الشتاء، ممكن نيجي نلمه مثلا ايه على العصريه كده ميعاد الكلفه، الشمس ما بتبقاش حاميه على الزغلول، فرد الحمام مش مستحمل الشمس والكلام ده، الجو بيبقى حلو عليه، فرد الحمام بيطلع وبينزل وكويس. الجو لو هوا شويه هتلاقي فرد الحمام ايه حب.
طب انت دلوقتي في الصيف بيجي الساعة مثلا من بعد الساعة 8 ونص كده الشمس بتبقى في قلب المكان، والشمس بتبقى ايه حامية او شديدة قوي على فرد الحمام. في ناس بتعمل ايه؟ هو الصح يعني في ناس مثلا الصبح من الساعة 6 لغاية الساعة 8 تسيب الزغاليل بتاعتها اللي هي الساعتين بتاعها، وبعد كده يرمي لهم حفن الكلفة ويشد عليهم شبكة الأمراض. طيب لو انت عايز طريقة تانية، مثلا انا ما بصحاش الصبح على ميعاد شغلي ولا الكلام ده، انا عشان خاطر بروح الشغل ما بطلعش الحمام. طيب انت بتيجي اخر النهار زي ما انا قلت لك مثلا ايه، بتيجي بعد العصر، بتيجي الساعة 4 الكلام ده خلاص الشمس راحت، وحتى لو موجودة بتبقى حنينة على الحمام. بطلع يا باشا افتح للزغاليل بتاعتي بحيث اللي هم يطلعوا يهووا شويه يفكوا جسمهم اللي هو الكلام ده من بعد العصر. بيجي المهم اللي هو الساعه 5 ونص معاك كلفتهم برمي لهم على الصاج. وبكده انا قلت ايه كام سؤال اللي هو جالي في الكومنتات اللي هي بتتكتب لي. فاحنا انتظرونا مع كل جديد مع علي ادم مش تقدر تغمض عليك. والسلام عليكم ورحمه الله، اخوكم كوتو ادم.